الحرام النسائي إلغاء فكرة دوري البدلاء. الأندية ترفض. زاهر بقى قال لهم لا بعينكم، أنا بقرر إقامة دوري الاتحاد. يعني بعد ما الكابتن سمير زاهر ملا الدنيا صياح وضجيج إن في دوري البدلاء، الناس قعدوا قالوا له لا، ده الدوري البدلاء هنجيب له منين لعيبة، وهنجيب له منين فلوس، وهتجيب أنت منين يا مسكين يا غلبان حكام، وهتجيب منين ملاعب، وهتجيب منين الكلام الفاضي ده، وهتوش نفسك ليه؟ كابتن سمير طبعا بعد ما خلصت الحكايه اللي دخل نفسه فيها يعني مستكتر على نفسه، يقعد في هدوء شويه. قال لهم طب بقول لكم ايه بقى، مش عايزين دوري بدلاء، طب هدخلكم بقى في دوري الاتحاد. دوري الاتحاد ده هنعمله وهنقعد مع بعض قعده ثانيه ونقول برضو والانديه بقى نعمل جلسه للانديه، والانديه تقول لك لا، ده دوري الاتحاد ده هنجيب له منين ملاعب، هنجيب له منين حكام، هنجيب له منين فلوس، هنجيب له منين عربيات تودي اللعيبه وتجيبها. يعني رجعنا لنفس القاره من جديد، وكأن الكابتن سمير زاهر مش عارف يشغل باله بإيه، وكأن الكابتن سمير زاهر ناسي إن هو عنده حاجة اسمها دوري المحترفين لسه ما اتطبقش، وكأن الكابتن سمير زاهر فاكر نفسه إن هو قدر على كل المشاكل اللي موجودة في الدوري الممتاز بأقسامه المختلفة ألف وب والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. الكابتن سمير زاهر بيدور لنفسه على الدوشة ووجع الدماغ. نروح من الكابتن سمير زاهر لعنوان في الاخبار، عنوانين في بعض، عنوانين بقى بيحملوا في طياتهم مختلف ومنتهى الدهشه. الاخبار بيقول لك مصر تحتفل باستضافه قطر لمونديال 2022. كلنا شفنا الحاجات الكويسه، المنشآت والفخامه وكل حاجه تقدر تقول عليها شفناها في قطر، وشفنا قد ايه الملف رائع. تحت بقى في نفس العنوان، يعني العنوان ده مش عنوان وده عنوان، الاثنين في موضوع واحد للاستاذ عثمان سالم في الاخبار. بيقول لك بقى يعني تاجيل لقاء الاهلي وكيمه في الكاس لاجل غير مسمى حتى تنتهي المؤجلات. يعني قطر بتنظم كاس العالم وتفوز بكاس العالم 2022، واحنا هنا في مصر مش قادرين ننظم بطوله كاس، مش قادرين نخليها منتظمه بدون مؤجلات، بدون تاجيلات، كذا مره تاجيلات. اتحاد الكره ولجنه المسابقات برئاسه الاستاذ عامر حسين بصوا لتاجيل لقاء الاهلي وكيمه، بصوا بس للنادي الاهلي وان عنده مؤجلات في الدوري ولازم يخلص مؤجلاته الاول، ونسيوا ان النادي الاهلي هيواجه فريق اسمه كيمه. ما حطوش في اعتبارهم كيمه ده خالص، حطوا في اعتبارهم النادي الاهلي ومؤجلاته. انا نفسي بس نتعلم من قطر ونشوف قطر عملت ايه عشان نبتدي ناخد يعني نبتدي نفكر ازاي نوصل للمستوى اللي هم عملوه ده، مش في 2022 لا، في 2090 30 اي سنه بقى من السنين، مش مهم. نروح للاخبار تاني برضو. الاتحاد السكندري يؤكد ثقته في التحكيم المصري ويطلب حكام اجانب لمباراه الاهلي. طب يعني انت يعني بتسقيني العسل يعني ازاي؟ يعني طبعا كلام مش مقبول ان الاتحاد بيتاكد الثقه في التحكيم وبعدين ترجع تقول لي لا ده انا هطلب حكام اجانب. طب اكد ثقتك واطلب حكام مصريين. كده خلصت فقره بدون عنوان، ونطلع مع بعض على فاصل. رجعنا لكم تاني من جديد على الصفحه الاولى. معانا اول اخبار الصفحه الاولى من الاخبار الرياضه. اعتراف سابق لاوانه في كواليس الاهلي، بلاها دوري السنه دي. طبعا يعني كلام طبعا مدلوله صعب وكلام معناه صعب، ان النادي الاهلي بيقول ان هو ما بيفكرش في الدوري السنه دي، او اللي داخل الكواليس داخل النادي الاهلي بتقول ان ما فيش داعي للتفكير للدوري السنه دي. انا شايف ان طبعا الكلام ده مش هيبقى هو تفكير النادي الاهلي، لان البطوله لسه في الملعب وبدري قوي ان احنا نتكلم على الكلام دوت. النادي الاهلي عودنا طول عمره كان بيبقى في فرق بينه وبين الزمالك او بينه وبين اي حد فارق كبير من النقاط، ممكن يبقى 10 نقاط او 12 نقطه، وبيقدر النادي الاهلي يلم نفسه بسرعه وتقدر لعيبته تها. انا شايف الكلام دوت سابق لاوانه، وبيأيدني فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي في الدستور. بيقول عبد الحفيظ لسه بدري على ضياع الدوري. فعلا الدوري لسه بدري عليه، الدوري ما ضاعش ولا حاجه. نروح لفقره ثانيه. الجمهوريه الزمالك في ورطه 13 مليون جنيه لله. طبعا الكلام للزميل محمد الدمرداش في الجمهوريه، بيقول الزمالك يعني بيقول لله او بيمد ايده وبيقول لله عايز 13 مليون جنيه هبات وتبرعات من الجماهير عشان الفلوس الجمارك وفلوس الاوقاف وفلوس فتح الله وفلوس هاني سعيد
وفلوس كل الناس اللي ليها فلوس في الضرايب، وكل الناس اللي ليها فلوس عند الزمالك. محمد الدمرداش في الجمهوريه بيقول الزمالك 13 مليون جنيه لله. طبعا عنوان قاسي قوي على نادي الزمالك في الوقت دوت. نادي الزمالك الله يعينه، الله يعني يكون في عونه، هموم ومشاكل من كل ناحيه. المصري اليوم بيأكد الكلام، بيقول صقر يرفض صرف الإعانة الإنشائية للزمالك. طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك بيعمل منشآت، وفي شركة المقاولين العرب موجودة جوه النادي بتعمل بعض الإنشاءات لنادي الزمالك، وان ليها مبالغ في مليون جنيه مستحقة، الفلوس دي ما اتدفعتش. اتكلم مسؤول نادي الزمالك المستشار جلال ابراهيم مع المهندس حسن صقر. المهندس حسن صقر قال له لا مش هينفع ادي لك اي فلوس، لان اي نادي النهارده كل الانديه عندها مشاكل انشائيه. لو انا اديتك مليون جنيه كل الانديه هتقول لي اشمعنى نادي الزمالك؟ ادينا احنا كمان مليون، او ادينا نص مليون، او ادينا ربع مليون. هيفتح على نفسه فتحه. فرفض صقر صرف الاعانه الانشائيه لنادي الزمالك، وزادت مشاكل نادي الزمالك، او زادت الطينه بله في نادي الزمالك. وبكده خلصت اخبار الصفحه الاولى، وتعالوا مع بعض نروح نشوف قلم مين فيه. محمود عاشور الحكم الذي أدار مباراة الزمالك والاتحاد الماضية في الدوري، يعني كلام كتير عليه خلال الفترة اللي فاتت. البعض قال ان محمود عاشور يعني طلع احد لاعبي الاتحاد اللي تم طردهم وهو سيد فريد، قال ان محمود عاشور ده كان ناشئ من ناشئي نادي الزمالك. ده تصريح كان لسيد فريد في احدى القنوات الفضائيه، قال ده كان ناشئ من ناشئي نادي الزمالك. وانا ما اعرفش ازاي لجنه الحكام تخلي ابن من ابناء نادي الزمالك يحكم مباراه. وقال كمان ان محمود عاشور احد حكام منطقه الجيزه لكره القدم، وان في يعني زي اتفاق او عرف ان ما يحصلش الكلام دوت. ونشوف وانا دورت في المانشيتات وفي الصحف، لقيت الاستاذ محمود معروف كاتب مقاله عن محمود عاشور قبل المباراه، قايل فيها كلام غريب قوي. بيقول الحكم محمود عاشور هو شريك في شركه سياحيه واموره ماشيه عال العال، تاشيرات وحجز وسفريات وتذاكر مخفضه على ودنه للمتسولين باتحاد الكره ولجنه الحكام. وللحق فهو حكم جيد، وأتمنى أن يعتمد على كفاءته وليس على ما يقدمه من مصالح وخدمات. يعني الأستاذ محمود معروف قال إن في اتحاد الكرة في متسولين، وفي لجنة الحكام في متسولين، وإن محمود عاشور عنده يعني شريك في شركة سياحية، وإن هو بيدفع للناس دي فلوس، وإن هو بيحاول يعني إن هو بيديهم خدمات ومصالح. المشكلة إن الكلام ده اتكتب ومفيش حد طلع من اتحاد الكورة لا قال أنت قلت إيه يا أستاذ محمود، ولا قالوا ان محمود عاشور دوت راجل حكم كويس ولا فير، وسابوا الراجل يواجه الاتهامات الثقيله اللي انا شايفها من وجهه نظر اتهامات ثقيله جدا. لو صحت فمش هقول بقى محمود عاشور ما يبقاش مكانه في لجنه الحكام، لا ده يبقى مكانه في مكان تاني. بكده خلصت فقره قلم مين، ونروح مع بعض على اخر فقره وهي وجهه نظر. وجهة نظر النهارده معانا بعنوان المنتخب مغلق. منتخب مصر اللي هو المنتخب الاول تحت قياده الكابتن حسن شحاته خلاص بقى كومبليت كامل العدد، مفيش مكان لحد. وكأن الكابتن حسن شحاته واخد الرجاله بتوعه طالع بيهم رحله للاسماعيليه واسكندريه، طالع يفسحهم، قال لك ما عنديش مكان لحد، خلاص كومبليت. انا مباراه قطر اللي جايه دي مش محتاج اشوف وجوه جديده، مش محتاج اضيف اي عناصر. كابتن حسن شحاته بكلامه خلاص قفل كل الكلام اللي اتقال في الفتره اللي فاتت على شيكابالا، وان شيكابالا في يعني معاهده حسام حسن وبين حسن شحاته بموجبها ستتم عوده اللاعب للمنتخب. وبرضه رد على الكلام اللي اتقال خلال الفتره اللي فاتت ان كابتن سمير زاهر هو الحاكم بامره في اتحاد الكره وفي المنتخب، وان هو هيرجع شيكابالا غصبا عن الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طلع النهارده في حوار ليه على موقع اتحاد الكره، نفى كل الكلام ده وقال المنتخب مقفول امام اي حد، ما عنديش فرصه لاي حد. بس المشكله بقول لكابتن حسن شحاته لو كان موقفك من لاعب بعينه زي محمود شيكابالا، فما ذنب لاعب بحجم وباسم عبد الله السعيد وتألقه اللافت للنظر مع نادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت، وكلنا شفنا قد ايه اللاعب دوت لاعب متألق ومتزن، وكل تصريحاته
بتمتاز بالعقلانيه، ما خرجش عن النص، لاعب كويس لا يختلف عليه اي حد، لدرجه ان كريم حسن شحاته نفسه قال لك انا في احد برامجه قال لك انا بتمنى ان عبد الله السعيد ينضم للمنتخب الوطني. كلنا طبعا استغربنا من التصريح دوت. وفي تصريح اغرب في نفس الحوار للكابتن حسن شحاته، قال لك ان مباراه قطر فجائيه، يعني احنا بنلعب قدام قطر كده قدرنا كده، لان احنا ما كناش عايزين قطر، كنا عايزين الاردن، وكان قبل الاردن الكويت واتاجلت الكويت. طبعا ده الكلام اللي قلنا لاتحاد الكره عليه، قلنا ما ينفعش ان انتوا تلعبوا حسن شحاته او المنتخب الوطني مع اي حد، عشان لا قدر الله لو حصلت اي نتيجه مخيبه للامال امام جنوب افريقيا ما حدش يتحجج بحاجه. وبكده خلصت فقرتنا وجهه نظر، وخلصت حلقتنا، وبكره باذن الله نشوفكم مع الزميل اسامه ابو زيد، وتصبحوا على خير.